السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة اللي دايما كده بتسعد قلوبنا، ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي انتوا بتدوها لنا. بحب افكر حضراتكم دايما ان احنا بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. وكمان بحب افكر حضراتكم ان احنا بنستنى منكم في تعليقاتكم الجميلة تكتبوا لنا ارائكم طبعا الجميلة اللي بتسعد قلوبنا في الوصفات اللي احنا بنعملها، وكمان تقترحوا علينا اسامي وصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقه سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض الوصفه بتاعت النهارده تنفع فطار او عشاء، فطار سهل وسريع او عشاء سهل وسريع. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. معايا النهارده للوصفه بتاعتنا معايا بيض. طبعا كميات يا جماعه اللي تناسبكم واللي انتوا عايزينها. كل واحد بيعمل على حسب افراد العيله الموجودين عنده في البيت، فانا مش هقول كميات. اللي انتوا عايزينه اعملوه. معايا بيض، معايا طماطم، معايا فلفل، معايا كزبره، معايا جبنه موتزاريلا، ودي مش اساسيه في الوصفه بتاعت النهارده، انا بس لقيت عندي جبنه موتزاريلا في الثلاجه فقلت اما استخدمها في حاجه. ومعايا فصين من الثوم، ومعايا سمنه بلدي او زبده. ممكن سمنه عاديه، بس السمنه البلدي او الزبده هتديني طعم احلى للوصفه بتاعتنا النهارده. طب هنطبق الوصفه بتاعتنا ازاي؟ هجيب هنا كده عندي حله على النار، او طاسه على النار، او ووك على النار، اي حاجه عندنا. حطيتها بس تسخن شويه، وبعد كده هنزل عندي على طول بالسمنه. ممكن نقول معلقه كبيره من السمنه او الزبده، وممكن تنفع بالسمنه العاديه، بس زيت ما افضلش صراحه. هنزل كده عندي بالسمنه، وهنزل عندي بعديها اول ما السمنه بس تسيح عندنا كده مع في الوك بتاعنا، هنزل بفص الثوم. ومش كتير يعني، احنا مش هنكتر عشان برضو ما تبقاش تقيله، احنا بنقول فطار او عشاء فمش هنكتر عشان ما تبقاش تقيله. وبعد كده هنزل عندي بشويه صغيره قوي من الكزبره، وهنزل عندي بشويه من الفلفل، وهديهم كده تشويحه كلهم مع بعض على النار، يا دوبك بس الحاجات كلها كده تشم من ريحه بعض. مش عايز اقول لكم بقى ريحه عامله ازاي. ههدي عندي النار، وبعد كده هنزل عندي بشرايح الطماطم. والطماطم احنا مقطعينها هنا شرايح، ممكن تبقى مكعبات اللي انتوا عايزينه، بس انا بفضل في الوصفه بتاعتنا هنا تكون الطماطم بتاعتنا تكون شرايح. هنزل بيها كده عندي في الطاسه، هنرصها يعني هنرصها اكننا بالظبط بنرص بنزوق تورتايه كده. هنزل كده عندي بالطماطم. الله على الريحه، والله يا جماعه ريحتها فظيعه. الثوم مع الكزبره مع الفلفل مع السمنه البلدي طبعا بيدينا ريحه فظيعه، او الزبده طبعا. وبعد كده هنزل عندي برشه من الملح او الفلفل الاسود. انا هحط الاثنين مع بعض، يعني رشه ملح مع رشه ملح فلفل، لان احنا مش مملحين البيض بتاعنا. وهعلي عندي النار سنه، يا دوبك بس الطماطم تاخد لون كده من تحت، وبعد كده هقلبها عندي على طول على الوش التاني. طبعا هي تعتبر منها مباشرة للنار. وبحب اكد على حضراتكم ان الطماطم عايزين هنا تكون ناشفة، عشان مش عايزينها تنزل لنا مية. يعني الطماطم اللي احنا هنختارها تكون طماطم ناشفة، الحباية بتاعتها تكون ناشفة يعني مش طرية. خلاص كده عندي هقلب بقى على اليمة التانية، وهديها برضو سنة من الملح والفلفل الاسود. واحنا بنقلب برضو ناخد بالنا ان احنا بنحطها مرصوصة، يعني اكننا بنرصها كده. هقلب كده عندي بقى الطماطم عندي على اليمة التانية. يلا اهي قلبناها كده كلها عندنا. هعمل ايه بقى عندي في الخطوة دي؟ هجيب عندي ههدي النار، وهنجيب عندنا البيض بتاعتنا ايا كانت بقى كميته اللي انتوا عايزينه اللي انتوا تحبوه، وهنزل بيه كده، وهنحاول نوزعه، يعني مش هنحاول نحطه كله في مكان واحد. وبعد كده هنزل بالفلفل الباقي عندنا،
شويه الفلفل الباقيين، وبعد كده شويه من الكزبره. عايز اقول لكم ان الكزبره هنا هتديني طعم حلو جدا في الوصفه دي. وبعد كده اخر حاجه بقى عندنا خالص هي الجبنه الموتزاريلا، لو موجوده. مش موجوده خلاص انا مش محتاجها تماما. انا قلت انا بس حطيت منها لان هي كانت عندي في التلاجة. انتوا مش متاح عندكم جبنه موتزاريلا ما تحطوهاش، ممكن نحط شويه جبنه رومي لو في جبنه رومي. وبعد كده هنزل بقى ايه عندي، اخر حاجه هنزل بيها هي الملح. هنزل بيه رشه كده من الملح والفلفل الاسود علشان يطعم لي كل الاكل بتاعي. احنا طبعا قلنا مش حاطين اي ملح غير الملح ده. في المرحله دي هوطي النار او ههدي النار عليه وهغطي الطاسه بتاعتنا دي لحد ما البيض بتاعنا يستوي تماما. وبعد كده لو احنا حاطين جبنه موتزاريلا ممكن ندخله ياخد وش بس عندنا الجبنه. مش حاطين خلاص هنقدمه على طول زي ما هو. هرجع اوريه لحضراتكم بعد ما يستوي شكله عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما غطينا بقى على الصينيه بتاعتنا او العشوه بتاعتنا او الفطوره بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. غطيت عليها النار. خلاص البيض عندي يعتبر استوى. هدخلها بس الفرن. الجبنه بتاعتنا تاخد وش. ممكن كمان ممكن ما نحطش جبنه موتزاريلا، لو عندنا جبنه فيتا اي جبنه عندكم ممكن تحطوها من فوق الوش يا دوبك بس كده تسيح وهتديني طعم حلو جدا. هدخلها بقى عندي الفرن، هفتح الشوايه تاخد بس لون بسيط وبعد كده تكون عندي جهزت. ما بتاخدش زي ما انتم شايفين كده، ما كملتش 10 دقايق وكانت مستويه معانا تمام التمام. هفصل مع حضراتكم هدخلها الفرن وبعد كده نرجع نشوف شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه كده بعد ما طلعنا الفطيره بتاعتنا الجميله ديت من الفرن. زي ما قلنا ما خدتش بالظبط 3 دقايق تحت الشوايه وكانت خدت اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. ده كده لو حطينا جبنه موتزاريلا. لو ما حطيناش جبنه موتزاريلا مش هندخل فرن خالص، هنغطي عليها بس وهتستوي معانا وهتبقى تمام التمام. وممكن زي ما قلنا لحضراتكم ممكن اي نوع جبنه عندكم ممكن تحطوه. ممكن جبنه فيتا، جبنه قديمه، جبنه رومي، جبنه شيدر، الموجود عند حضراتكم ممكن تمشوا بيه. انا فضيتها من الطاسه في الطبق هنا وبتنزل بكل سهوله لان احنا طبعا حاطين طبقه من الزبده وكمان في طماطم من تحت، فبالتالي دي مساعده ان هي تتقلب معانا بكل سهوله. اتمنى كده بقى الفطوره بتاعت النهارده او العشوه بتاعت النهارده تكون عجبتكم ويكون الفيديو بتاعنا خفيف على قلوبكم. هستنى بقى تكتبوا لنا في كومنتاتكم الجميله جربتوها ولا لا وعجبتكم ولا لا، وطبعا تقولوا لنا رايكم فيها ايه. وكمان ما تنسوناش بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله ومع السلامه.